استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. انتوا بتعملوا حاجة عارفين النتيجة بتاعتها ايه؟ أعوذ بالله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله. لا إله إلا الله. يا وجه الله، يا وجه الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيوه أيوه. شوف الين فين، شوف. وفين؟ في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مسافة من مكة المكرمة. احذروا نكون من اللي استدرجهم الله جل وعلا بالنعم فعصوه فأخذهم بغتة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أقوام عصوا الله جل وعلا فأنعم الله عليهم، استدراج لهم. لما فرحوا بهذه النعم أخذهم الله وعاقبهم بغتة. علينا أن نتعظ ونخشى ونخاف من هذه الكوارث التي هي من أمر الله وحده وتحت مشيئته، التي يرسلها الله تذكيرا وتخويفا لعباده العاصين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. هتبقى عقوبات عامة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. الرسول ما بيكلمش علماء الازهر بس، ولا بيكلم، الرسول بيكلم امة محمد من اولها لاخرها. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. هتشتغلوا في الدعوة الى الله ولا لا؟ او لا يوشكن الله ان يعمكم. ان ايه؟ يعمكم. يعني ايه يعمكم؟ ما عادتش عقوبات الذنوب تبقى مخصوصة بالفجرة والزنا، كله هيتعاقب. أن يعمكم بعذاب من عند، ما عادش هيبقى العقوبات خاصة. ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني العاصي بيقول لك: وانا ربنا يستجيب لي ليه؟ ما انا عاصي. كلامه غلط طبعا، ربنا بيستجيب للعاصي والطائع. انما بقى جديد هنا ان الطائع نفسه مش هيلاقي فيه اجابه. ليه؟ لانك انت ما بتدعوش. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاصة. العقوبات بتاعت الذنوب لما هتنزل مش هتبقى عقوبات خاصة، مش هتنزل على المتبرجات بس ويبقى سرطان الثدي بيجي للمتبرجات بس، هينزل على المتبرجات وعلى المحجبات اللي مرضوش يقولوا لهم حرام. يا الله، كيف أمن الناس من مكر الله وعقابه وغضبه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. علينا أن نتعظ ونخشى ونخاف من هذه الكوارث التي هي من أمر الله وحده وتحت مشيئته، التي يرسلها الله تذكيرا وتخويفا لعباده العاصين. تخيلوا يا أخوة أن فيه صاعقة ضربت محطة مشتقات نفطية، محطة بنزين بترول، فجرتها تماما. شوفوا يا جماعة، خلت كارثة علينا بالمحطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لك السيارات، لك المحطة.
لك السيارات، لك المنظر، فجرت الخزانات تبع المحطة كلها. لك شو صار بالسيارات، لك شو صار بالسيارات. ليه دمرت السيارات. ليه صاعقة ضربت فينا هون بالمحطة، ضرب الخزانات تبع المحطة. شوف الأرض، شوف الدنيا، شوف. الحمد لله الحمد لله، سلمنا الله سلمنا، الحمد لله. يا الله. وبعد كل هذا لا نتعظ ولا نخاف يا إخوتي. وبالحديث العميق الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، اللهاء التي هي داخل الفم، إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.